السؤال اللي أطرحه على السادة العلماء وطلبة العلم: هل يمكن أن اللغة نستبدل بديل آخر بهذه العبارات أحيانا اللي تثير النفوس؟ بالنسبة للقاموس أو المعجم التاريخي أو المعجم العقدي في كتب الملل والنحل أو في المطولات، في كل المصادر عند الجميع هناك قنابل وهناك طامات وشطحات. الآن بعض الأشياء هي بحاجة إلى الطرح العلمي والمعالجة، أن نتجاوزها، أن نحللها، نفككها، ننقدها، نتخذ منها موقف، لأن الطرف الآخر جالس ينقب تنقيب كامل وشغل ماشي اليوم مستخفي أو غير ظاهر للناس. ففكرة أنه نطور لغتنا، نقدم لغة هادئة ضرورية بعيدة عن استفزاز الآخر. وفكرة أنه أيضا أن نرجئ مشاريع النقد أو مشاريع مواجهة التراث، لا أعتقد أنها محاولة ناجحة. التراث اليوم يطبع ويقدم للناس هكذا، وهناك من يترصد